يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده حودة ده؟ ايه اللي عمل في الأوضة كده؟ ايه يا عم في ايه؟ انا اللي عملت كده يابا، واظن ان من حقي ان انا استقل بذاتي يا اخو. من النهارده النص ده بتاعك والنص ده بتاعي. قشطه قشطة ايه وبتاع ايه بس؟ عملت كده ليه يا حودة؟ ايه يا عم انت ما سمعتش ان بريطانيا سابت انجلترا؟ ده العالم كله بيتكلم يابا، وانا كحودة خدت القرار خلاص، ولا يوجد هناك امل في الرجوع خطوة الى الوراء. يا حودة يا حودة بص، بريطانيا هي انجلترا يا نجم، وانفصلت عن الاتحاد الاوروبي اللي هي فيه من 43 سنة عشان عندها شوية مشاكل كده عاوزة تعالجها، زي دخول اللاجئين عندها من الاتحاد الاوروبي اللي جايين باعداد مهولة، وده على حد كلامهم اثر على مستوى المعيشة وفرص العمل هناك. وتاني حاجة عشان الفلوس الكتير اللي بتدفع للاتحاد الاوروبي وهم مش عارفين بتروح فين. وتالت حاجة ان معظم دول الاتحاد الاوروبي بتتعامل بحاجة اسمها اليورو، بريطانيا نفسها رفضت ان هي تخش معاهم فيه، فاصبحت الدول اللي بتتعامل باليورو مشكلين كتلة اقتصادية كبيرة بتأثر في اتخاذ القرار. فبريطانيا حست ان ده بينتقص من سيادتها. كل دي اسباب دفعتهم ان هم يخرجوا من الاتحاد الاوروبي. انت بقى ايه اسبابك؟ ما انا كمان من حقي يبقى ليا سيادة على الكنبة بتاعتي يا عم، ولا هو كل من هب ودب يقعد على الكنبة بتاعت حودة؟ الله. طب بريطانيا عملت استفتاء وسألت الناس يا عم، انت بقى خدت القرار من نفسك كده من غير ما تشور حد؟ اصل انا مجربك قبل كده عبودة، انا مجربك يابا. انت غير مؤهل للديمقراطية يا عبودة، انت غير مؤهل. اما خدت رايك قبل كده رحت جبت لي ناس مش على هوايا يابا، مجلس الشعب والدستور والرئاسة. فانا كحودة اتعلمت خلاص، بدل ما اخد رايك وما يعجبنيش واخده منك بالسلاح، يبقى اوفر على نفسي يا اخو واخده بالسلاح من اولها، ولا ايه؟ بس انت ما درستش الموضوع كويس يا حودة، صدقني ما درستوش كويس. الاوضه دي بتاعتنا كلنا يا حودة، يعني السلاح ده انت محتاج ترفعه في وشي لحد اخر عمرك، وابقى خلي بقى السلاح ده ينفعك. ماشي يا حودة. عبودة. نعم. حودة اخوك مزنوق وعايز يخش الحمام، ممكن بس اعدي من النص بتاعك اروح افك زنقه وارجع تاني؟ لا يا نجم، اتصرف عندك انت بقى، عيش. عيب يا عبودة، عبودة عيب، يعني يرضيك حودة اللي على وضعه يغرق الكنبه والبنطلون؟ ينفع؟ خلاص نشيل البتاعه دي ونرجع نعيش تاني في اوضتنا زي ما كنا. ماشي. وسلاحك ده يا حودة خليك عارف انا اللي جايبهولك عشان تحمي بيه الاوضه دي من اي حد يحاول يتهجم علينا، مش عشان ترفعه في وش انا يا نجم. طيب ماشي. مسير الحق لاصحابه يا حودة، ومش كل مشاكلك هيحلها السلاح. يا عم ماشي. وانا حقي رجع عشان ما اتنازلتش عنه وسبته الحودة وقلت. يا عبودة انت على ما تخلص الخطبه دي يا اخو الكنبه دي لن تصلح للاستخدام مره اخرى. انا كحودة مش قادر اقوم، عاوز كرسي متحرك يوديني الحمام. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما